أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في أي الأعمال أفضل عند الله على طرائق 4. فقال بعضهم إن أفضل الأعمال أشدها صعوبة. قالوا لأن مخالفة هوى النفس يجعلها تصيب عين التعبد. وقال آخرون إن أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى هو الزهد في الدنيا وترك الاهتمام بها وعدم الاكتراث بها، لأن هذا ينبئ عن فقه أن الحياة الدنيا ممر وليست مقر. قال آخرون إن أفضل الأعمال عند الله ما كان متعديا وليس قاصرا، واحتجوا بأن العابد إذا مهما عمل ينقطع عمله بموته، وأن من كان نفعه متعديا فإنه يبقى له بعد موته. وكل هذه الثلاث مرجوحة، والراجح أن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا ما وافق مقتضى الحال وقام العبد بلوازمه هو أفضل الأعمال عند الله. فمثلا عندما يؤذن المؤذن فإن أفضل الأعمال عند الله إجابة المؤذن ولو كنت تقرأ القرآن، لأن مقتضى الحال يجعلك تقبل على سماع المؤذن وتجيبه. وعند إقبال الضيف عليك ودخوله بيتك فإن أفضل الأعمال عند الله قيامك بإكرام الضيف، ولا تقولن سأذهب سأصلي سأسبح سأهلل وضيفك ينتظرك في دارك. كما أن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا في يوم عرفة لمن وقف في عرفة هو الدعاء والتضرع، ولهذا جمعت الصلاتين مبكرا حتى يتفرغ الناس للدعاء والتضرع. وأفضل الأعمال لمن يعلم أن يقبل على طلابه، لأن الساعة ساعة تعليم. فلو أن معلما ما، وهذا وإن كان ضربا من الأمثلة التي قد لا تقع لكن حتى تتضح الصورة، لو أن معلما وهو يعلم توقف عن الشرح وأخرج سجادته وتوجه إلى القبلة وأخذ يصلي وكان وقت الضحى مثلا، فلا يمكن أن يقال إن الصلاة في وقت نهي، لأن النهار ليس وقت نهي بعد طلوع الشمس إلى أن تصل إلى كبد السماء. لكن هذا لا يصح في هذا الحال، لأن مقتضى الحال هنا ينص على أنك تقبل على الطالب وتعلمه. وعلى هذا تقاس الكثير من الأمور في معرفة أفضل الأعمال إلى الرب تبارك وتعالى. هذه الثانية. الثالثة في التأصيل أن الإنسان يعلم يقينا أنه لا بد أن يلقى الله، وإنما يقدم المرء على الطاعة ويحجم عن المعصية على قدر يقينه بهذا اللقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن ينظر إلى الدنيا على أنها عما قليل تنتهي ويوقن بالموت ويعلم بلقاء الله، لكنه يجهل مسألة علاقة الحياة الدنيا بالآخرة بالبعث والنشور، وأنها تمهيد لما بعدها. قال الله جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ووفق قواعد اللغة فإن اللام هنا إما أن تكون لام تعليل وإما أن تكون لام توقيت. فإن كانت لام توقيت فالمعنى يا ليتني قدمت لحياتي أي أيام حياتي التي مضت، وإن كانت لام تعليل وهو الأظهر يصبح المعنى يا ليتني قدمت لحياتي المقبلة أي التي فيها الآخرة. فلا يوجد انفكاك بين ما نصنعه في الدنيا وما بين حياة الآخرة. من نظر إلى التعليم أو نظر إلى أي عمل كلف به على أنه أيام ستمر ويحال إلى التقاعد ثم يسلم ما كلف به إلى غيره، فلم يفقه معنى الحياة الحقة في أنها طريق